السلام عليكم جميعا في الحلقة الثانية من كتاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي. موضوع النهاردة عن حاجة أكيد موجودة فيك ونفسك تتخلص منها، وهي كيف نزيل أسباب القلق. أولا لازم نعرف أن السبب الحقيقي للقلق هو الجهل، مش الجهل بالقراءة ولا الكتابة، ولكن الجهل بطبيعة الحياة. سبحانه يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الآية ببساطة بتقول لك إن إحنا ما نعرفش إيه الخير وإيه الشر الحقيقي، وبالتالي جلجنا معظمه بلا مبرر. أنت بتجلج من شغل راح منك بالرغم من إن ده ممكن يكون أحسن حاجة حصلت لك، وبتجلج من مرض ده ممكن يكون سبب في إنك تجرب من ربنا، وبتجلج من فشل ده ممكن يكون بداية نجاح أكبر. إحنا بنجلج لأننا شايفين جزء صغير من الصورة، مش الصورة كلها. والله سبحانه قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لازم نفهم أو لازم نقسم مشاكلنا لقسمين: حاجة نقدر نأثر فيها وحاجة ما نقدرش نأثر فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فاحرص على ما ينفعك، مش احرص على كل حاجة. ناخد مثال: انت جلجان من امتحان، اللي في ايدك تذاكر وتنظم وقتك وتاكل كويس وتنام بدري. اللي مش في ايدك صعوبة الأسئلة وظروف الامتحان ومزاج المصحح. انت جلجان على أولادك، اللي في ايدك تربيهم صح وتدعي لهم وتوفر لهم بيئة صالحة. اللي مش في إيدك اختياراتهم لما يكبروا وظروف المجتمع حواليهم. شوف الفرق. كل دقيقة بتقضيها على حاجة مش في إيدك هي حرفيا بمثابة دقيقة مسروقة من حياتك. تعرف إيه أكبر اكتشاف هتوصله؟ إن الجلج ما بيحصلش في الحاضر، الجلج دايما إما على الماضي أو المستقبل. كل ما تحس بجلج اسأل نفسك: أنا جلجان على إيه بالظبط؟ ده حاصل دلوقتي ولا أنا بتخيله؟ عشان 99% من اللي أنت بتجلج عليه ما بيحصلش أصلا. نيجي بقى للحل الجذري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. شوف، الهم والحزن ده هو الجلج اللي احنا بنتكلم عليه. النبي كان يقول: إذا أهمك أمر فقل: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ندخل بقى في جزئية تانية وهي التوكل. إيه معنى التوكل؟ التوكل إنك تعمل اللي عليك وتسيب النتيجة لربنا. زي الفلاح بيزرع ويروي بس ما يقدرش يضمن إن الزرعة هتطلع. أنت كمان اشتغل واجتهد وخطط، وبعدين قول يا رب. وسبحانه قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نيجي بقى الحل اتكلمنا عليه كتير وهو الامتنان. جرب معايا كده. فكر في 3 حاجات تشكر ربنا عليها دلوقتي: واحدة بتشوفها بعينك، وواحدة بتحس بيها، وواحدة في صحتك. وشوف إحساسك وجلجك هيتغير إزاي. سبحانه يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. خلاص، دلوقتي عايزك تعمل كده. فكر في أكتر حاجة بتجلجك حاليا، واسأل نفسك: دي في إيدي ولا مش في إيدي؟ لو في إيدك اكتب خطوة واحدة تقدر تعملها النهاردة. لو مش في إيدك قول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وفي النهاية: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.